واخيرا يا شباب وصلنا هدول المنتجين اللي وصيت عليهم اكثر من شهر حتى وصلوني. اذا حابب تعرف شو وصيت وشو في بقلب هدول الباكجات لسه ما فتحتهم، خليك للفيديو وخلي لايك جميل وليتس جو. نبلش بهذا الباكج ولا نبلش بهذا؟ لا خلينا نبلش بهذا. هذا لاحقين عليه لاني هذا بدي اعرفكم عليه بشغلات كثير خطيرة لازم تعرفوها. خلينا نبلش بهذا، انا لسه ما فتحتهم مختومين، رح نشوف شو في بقلبهم. حط لايك للفيديو وخلينا متحمسين سوا. بسم الله يا رب، ان شاء الله يطلعوا نفس اللي ما طلب. اها طيب هاي شو؟ هلا بقولكم شو هاي، وهدول شو؟ وهدول شو؟ هلا بقولكم شو هدول. وهذا شو؟ هذا ميكروفون. طيب هدول لشو؟ هلا بقولكم. هدول يا اخوان اغراض السماعة هايبر اكس. اغراض السماعة مثلا انت عندك هي اهترت الاصلية، اهترت يعني شو تكب السماعة؟ اكيد ما بتكب. عندك هي اهترت تكب السماعة كمان، ما عندك المايك تبع هذا خرب، تروح تكب السماعة كمان ما يصير تكب السماعة. معناتها شو الحل؟ الحل في بدائل. بتروح على المتاجر بتشتري الوسادة تبعت السماعة المخصصة لها، مثلا هايبر اكس الفا، بشتري للالفا للكلاود للكذا. شو نوع سماعتي موجود وسادات لها، وموجود يلي بتجي فوق الراس. فوق الراس هي بتتركب. هي خلصنا من اول باكج. وعندي الميكروفون اذا عندك خرب بتوصي عليه من نفس نوعية سماعتك. اورجيكم السماعة المهترية اللي عندي اللي اشتريت لها كل هالاغراض هدول، رح اورجيكم اياها. هي السماعة يا اخوان، شوفوها. السماعة وساداتها رايحة، المايك تبعها من هون خربان، بدنا نركب سماعة جديدة ونغير لها الشاصيه كلياته. قولوا ما عم فيدكم بهالشغلات، لا تكب السماعة، في إلها اغراض تشتريها وتصلحها. طيب بنروح على باكج الثاني. هذا ركزوا معي. هذا شو هذا؟ احذروا. اللي بيحذر اشحل الرويال باص. جماعة الببجي موبايل كيفكم؟ شو الاخبار؟ المهم هذا رح نفتحه سوا. جاهزين؟ حماس فل. ليتس جو. الله بسم الله. ايوه وين راسه؟ وين؟ شو هي؟ والله ما ادري. شو مغلفة. احذروا شباب شو هذا. ويلي عرفته ولا لا؟ شو هذا؟ هذا كرياتين للي بيلعبوا كمال اجسام او يلي بيلعبوا رياضة حديد واثقال وجيمات وحركات طبعا هذا افضل انواع الكرياتين يا اخوان على الاطلاق. كتير ناس، انا اول مرة رح جرب الكرياتين ورح يعني اعطيكم خبرتي بيه. يعني انا رح اجربه على حالي هذا الكرياتين، ورح اصور لكم الجسم مالي يعني تبعي كيف قبل الكرياتين وكيف بعد ما تاخد كرياتين كيف رح يصير. رح امشي معكم هذا المشوار خطوة بخطوة. هذا طبعا صناعة امريكية، بيقولوا كرياتين صافي 100%. هذا فيه 500 جرام اذا واضح عندكم. وهذا كل يوميا لازم اخذ منه 5 جرام. سكوب واحد 5 جرام يكفي للجسم للكرياتين. وشو هو الكرياتين؟ رح اقول لكم شو هو الكرياتين يا اخوان. هذا الكرياتين هو اساسا جسمك بيفرز باليوم حوالي جرام لجرام ونص. هذا للانسان الطبيعي اللي بيروح على شغله بيرجع بينام بيفيق بيروح بيجي، هذا الكرياتين اللي يفرزه جسمك جرام ونص يكفيه لاحتياجه اليومي. لكن اللي يلعب اثقال يحتاج مقاومة، يحتاج عزم، يحتاج رفع، يحتاج طاقة، يحتاج باور. فالجرام ونص اللي يفرزه الجسم ما يكفي انه يشيل اوزان او يعطيه باور او يعطيه طاقة. فهون محتاج هذا مثل مكمل غذائي اساسي للاعبين كمال اجسام وللاعبين الرياضة وللاعبين الرشاقة. هذا الكرياتين لازم يكون من مكملاته الأساسية حتى يقدر يعوض الشيء اللي يفرزه الجسم. يعني الجسم يفرز لك جرام ونص ما يكفيك، فأنت مضطر تاخد 5 جرام من هذا حتى يقدر تكفي احتياجك من كمال أجسام. البعض يقول انه هذا والله بيجمع لك مي، والله هذا بيضرك بالصحة. انا شفت ابحاث كتير عن الكرياتين يا اخوان.
شفت اذا انت الكلية عندك ما فيها اي مشكلة، ما في مشكلة انك تاخد كرياتين. يعني عادي اذا انت عندك الكلى ما فيهم اي مشاكل، اي مشاكل بالكلى، فما في مشكلة انك تاخد اي نوع من الكرياتين. طبعا انا يا اخوان صار لي يمكن 6-7 شهور مسجل بالجيم بالنادي، لكن هال6-7 شهور ما كلها مداومها متواصلة. يعني من هال6 شهور يمكن مداوم شي 3 شهور او 4 شهور. رح ورجيكم حاليا عضلاتي قبل الكرياتين، طبيعي بدون اي شيء، على التغذية الطبيعية، مواد صحية، زيوت نباتية، اكل خارجي، كريسبي، مقالي، هالحركات كلها انا قاطعها من زمان. يعني كانت تغذيتي فل الفل. فهلا بدنا نجرب مع الكرياتين شلون راح يكون جسمي وشلون راح يصير بعد الكرياتين. راح اخواتي راح راجع معاكم خطوة بخطوة. اللي متردد يشتري كرياتين وهل حيستجيب لجسمه الكرياتين ولا لا، كله راح يبين معكم بهذا الفيديو. وانا راح امشي معكم خطوة بخطوة من استخدامي لهذا الكرياتين، وانتم احكموا بنفسكم الفرق قبل وبعد. طبعا يا اخوان هي عضلة الايد، عضلة البايسبس، هي بدون اي بروتينات، بدون اي مكملات غذائية، بدون اي شيء. هذا تمرين 3-4 شهور يا اخوان، هذا تمرين 3-4 شهور. فما بالك بعد الكرياتين شلون راح يصير. مثل ما يكون شايفين عضلة الكتف الامامية، الخلفية، الجانبية، كله مبين عليكم. هاي بدون اي مكملات، بدون اي بروتينات خارجية غير مصادر الاكل. هاي الظهر، هاي الظهر مثل ما انتم شايفين. ما بعرف اذا انا في عندي عضلات ظهر ولا لا. هاي اول مرة بصور على الكاميرا وبورجيكم. مثل ما انتم شايفين هيك كان جسمي قبل الكرياتين. حاليا بدنا نستخدم اول جرعة من الكرياتين. يوميا لازم نستخدم 5 جرام، سكوب واحد 5 جرام من هذا الكرياتين. هذا بيروح معنا 5-6 شهور يا اخوان، 5-6 شهور ونحن عم نستخدم 5 جرام يوميا. ما لازم نقطع الكرياتين ابدا ابدا ابدا. رح نستخدم اول جرعة قدامكم وطريقة استعمال الكرياتين. واو، بودرة شباب، هذا بيجي بودرة. بنحرك شباب، بنحرك لحتى يدوب. هيك وصلنا لنهاية الفيديو اخواتي. اذا استفدتوا من هذا الفيديو لايك، طجلنا اللايك، سبسكرايب. سلامات.